تحية طيبة أيها المشاهدين الكرام والمتابعين لقناة متحف طاجكستان الوطني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا المواقع الأثرية أو الأماكن التاريخية تعرف عن التاريخ والحضارة والتقاليد للشعب التاجك، ونحن الآن سنتحدث أو سنتقدم لكم معلومات عن مدينة تاريخية باسم السياد، وهي إحدى من المواقع الأثرية التي تعود تاريخها إلى الفترة الكوشانية، إلى القرون الرابع والثاني قبل الميلادي. وهذه المدينة التاريخية تقع في ارتفاع الجبل باسم خواجة مستن، والآن نحن سنذهب عند هذا الموقع الأثري وسنقدم لكم معلومات تاريخية وعن الاكتشافات الأثرية في هذا الموقع. مشاهدونا الكرام، صباح اليوم مبكر نحن جئنا عند الموقع الأثري، وكما نحن نرى العلماء الآثار لمتحف طاجكستان الوطني هم جالسون حول المائدة وسيتحدثون حول أهداف وخططهم اليومية. والآن نحن سنذهب وسنرى عن كيفية أعمال الحفارية في موقع الأثري. مشاهدونا الكرام، كما ذكرنا نحن الآن عند الموقع الأثري باسم مدينة السياد التاريخية. وجدير بالذكر أن هذه المدينة التاريخية تقع في قسم جنوب تاجكستان بمحافظة ختلان،
وهذا الموقع الأثري اكتشف من قبل علماء الآثار أول مرة في سنة 1947 في زمن حكومة السوفيتية تحت قيادة العالم الآثار لتوينسكي. وبعدين في سنة 1957 اكتشف مرة أخرى من قبل مجموعة من العلماء الآثار تحت قيادة الزميل. الآن نحن قد واقفون عند هذا الموقع الأثري. كما نحن نرى هذا الموقع الأثري ينقسم إلى قسمين، وهذا القسم الأعلى كان في تلك الفترة المكان الذي كان يعيشون الملوك والأشراف، والقسم الآخر كان هناك يعيشون السكان المحليين. وجدير بالذكر أن المتحف طاجيكستان الوطني قد بدأ أول مرة في سنوات 2014 و2017 في هذا الموقع الاكتشافات الأثرية، وقد اكتشفوا كثير من القطاعات التاريخية التي تعكس التاريخ والحضارة للشعب التاجك. وفي هذه السنة أيضا قد بدأوا الأعمال الحفارية مرة أخرى العلماء الآثار من متحف طاجيكستان الوطني في هذا الموقع. والآن نحن سنذهب وسنرى عن الاكتشافات الأثرية التي اكتشف من قبل العلماء الآثار لمتحف طاجيكستان الوطني. جدير بالذكر لدينا في المتحف الطاجيكستان الوطني يوجد قسم خاص للعلم الآثار والمسكوكات، وعاملين هذا القسم كانوا يشتركون في موقع الأثري بمدينة السياد، وهم يشتغلون بأعمال تنقيبية في هذا الموقع الأثري. وبعد أن نالوا بإنجازات فريدة هم يقومون بالتحقيق الآثار التاريخية المكشوفة. وهذه الاكتشافات النادرة تدل من تدوير نموذج من الفنون والإبداعات التاجيكية التي تعود تاريخها إلى الفترة الكوشانية. وأفكر أن هذه الاكتشافات ضرورية لدراسة التاريخ والحضارة الشعب التاجك، وكذلك يزود معرفة الزوار المتحف الطاجيكستان الوطني حين جولات تاريخية في المتحف. هيئة المنقبين المتحف الطاجيكستان الوطني خلال شهر كاملة كانوا يشتغلون بأعمال تنقيبية في مدينة السياد القديمة.
وفي نتيجة الاكتشافات الأثرية وجد كثير من القطعات تاريخية مثل العملات المعدنية، آنية فخارية، والأدوات الزينة التي صنع من العظام والبرونز. ونحن نعتقد في نتيجة الاكتشافات الأثرية التي ستستمر شهر آخر نحن نحقق باكتشافات مهمة. منذ شهر كامل نحن علماء الآثار أو المنقبين لمتحف طاجيكستان الوطني نشتغل بأعمال تنقيبية في مدينة السياد القديمة. وخلال هذا الوقت نحن قمنا باكتشاف 4 حفريات في هذا الموقع. وفي نتيجة التنقيبات الأثرية نحن اكتشفنا أكثر من 58 العملات المعدنية التي تعود تاريخها إلى الفترة الكوشانية. وأقدم السكة أو العملة التي أنتم ترون في أيدينا هي السكة لملك يوناني باسم إفكروديت. وجدير بالإشارة أن أكثر مسكوكات التي اكتشف من هذه الحفريات كانوا بشكل مجموعة أو دفينة. وأكبر دفينة والمجموعة من المسكوكات المكشوفة تتكون من 24 سكة وتنسب إلى الملوك الكوشانية مثل ويما كتفيز أو ويما تكتو وكانيشكا. المسكوكات التي تنسب إلى الملك ويما كتفيز هم ضرب بشكل واحد ونقش في وجوههم تصوير ملك منتصب القامة، وفي ظهرهم نقش تصوير شيوا عند البقر المقدس. وجدير بالذكر أن هذه السكة والعملة التي أنتم ترون في يدي هي دراخمة لملك ويما تكتو، وهي عملة نادرة جدا. ونحن اكتشفنا أول مرة مثل هذه العملة من مدينة السياد القديمة. مشاهدينا الكرام، هذا كانت يوم من الأيام من فعاليات علماء الآثار لمتحف طاجيكستان الوطني في مدينة السياد القديمة التي تقع في ناحية عبد الرحمن جامي بمحافظة ختلان. وكما رأينا اليوم من الصباح حتى الآن وتحدثنا مع العلماء الآثار وتعرفنا عن الاكتشافات الأثرية التي اكتشفوا العلماء الآثار من مدينة السياد القديمة. وكما ذكرنا هذه الاكتشافات الفريدة تعود تاريخها إلى الفترة الكوشانية، إلى القرن الثاني قبل الميلادي والرابع الميلادي. وهذه الاكتشافات
كانت يعني تدل من تنمية نموذج من الفنون والإبداعات الجميلة في فترة الكوشانية. والعلماء الآثار من متحف طاجيكستان الوطني اكتشفوا كثير من القطعات التاريخية مثل آنية فخارية ومجموعة من المسكوكات الفضية، وكذلك الأدوات الحجرية التي كانت تستخدم في حياتهم اليومية في تلك الفترة. وطبعا المشاهدون الذين يعني يحبون الآثار التاريخية يستطيعون أن يزورون من هذا الموقع الأثري. طبعا هذه المواقع الأثرية يعني هم دليل عن التاريخ والثقافة والحضارة لشعب الطاجيك.